مات وهو بيقرأ القرآن. أمين ولد أبو جليل ولا أمين ولد الطحاوي؟ الفنان متولي علوان اتولد يوم 13 نوفمبر سنة 1929، وبدأ مسيرته الفنية لما عمل مسلسل أبناء في العاصفة سنة 1978. اشتغل بعدها في السينما والتلفزيون وكان صاحب صوت مميز، وشارك في فيلم قاهر الزمن اللي اتعمل سنة 1987، وكان أول فيلم خيال علمي يتعمل في مصر. وإفهاته فضلت معلمة مع الناس على الرغم من مشاهده القليلة في أفلام كتير. بتحب تقول ايه؟ قل حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. زي جاءنا البيان التالي وأبو علي والحب كده. واخر اعماله الفنيه كانت فيلم اتش دبور. اتوفى الفنان متولي علوان يوم 28 ديسمبر سنه 2008 وهو بيصور مسلسل ادهم الشرقاوي، اول ما خلص المشهد اللي كان بيقرا فيه قران. وحكى ابنه المخرج المسرحي ايهاب علوان ان والده اتغسل واتكف مرتين، المره الاولى كانت يوم وفاته في القاهره، والمره التانيه كانت في الشرقيه تاني يوم الوفاه. ودي كانت قصه النهارده من اسمك مش غريب.